مين فينا وهو بيدور عربيته الصبح ما سمعش الصوت ده؟ طبعا اول حاجه بتتقالك من فني ميكانيكي او من واحد صاحبك ده صوت التكيهات يا هندسه او البلافه، يعني التكيهات فيها مشكله. انا عايز اقول لك يا صديقي ان في 3 أو 4 اسباب ممكن يطلعوا معاك الصوت ده وما يبقاش فيه مشكله في التكيهات، بس لو استنيت عليه هيبقى فيه مشكله في التكيهات. السبب الاول عدم تغذيه الزيت بشكل كامل للموتور، وده بيبقى سببه احتمال بنسبه كبيره جدا ترمبه الزيت او ضعف في ترمبه الزيت، او انت مركب فلتر زيت وحش. ايوه لو فلتر الزيت وحش ما يقدرش يغذي الموتور بشكل كافي او ياخر وصول الزيت فوق فتسمع صوت التكتكه اللي انت بتسمعها. عايزك تقول لي في الكومنتات قبل ما تكمل الفيديو، الصوت ده انت بتسمعه اول ما بتدور الصبح والعربيه بتسخن بيروح ولا بيفضل مستمر معاك شويه؟ السبب الثاني وده الاشهر في مصر اختلاف في درجه لزوجه الزيت. مثلا الموتور بتاعك بياخد 5 دبليو 40 وانت حاطط شيل الاصفر 15 دبليو 50، فالزيت بيتاخر عقبال ما بيغذي المنطقه فوق كويس جدا تسمع صوت التكتكه دي. السبب الثالث وهو نقص زيت الموتور. لو انت عندك كل حاجه سليمه فالسبب الرابع هو انسداد في مجاري الزيت. الزيت وكل حاجه سليمه لكن الزيت مش قادر يوصل للمستوى اللي فوق بشكل سلس وسهل، برضه تسمع صوت التكتكه المزعج دوت. ولو انت اتاخرت على الاسباب دي يحصل معاك مشكله في التكهات او في البلوفه. طب لو ما اتاخرتش تلحق المشكله قبل ما تبقى مشكله. ممكن برضه في الكومنتات تقول لي نوع عربيتك ايه وانا اقول لك افضل لزوجه زيت مناسبه لموتور عربيتك. وكالعاده انا احمد السويسي، كل يوم فيديو جديد عن عرض جديد ومعلومه جديده، فعشان يوصل لك كل جديد ممكن تعمل لنا متابعه. سلام.